سيدنا محمد لما دخل المدينة قال إيه للناس؟ قال لهم افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال لنا هو أبواب الجنة نعمل إيه؟ فمن أبواب دخول الجنة إطعام الطعام. أنت متخيل؟ ودي من أفضل العبادات. ربنا قال إيه على سيدنا إبراهيم؟ قال إن هو كان أمة. وقال إيه تاني على سيدنا إبراهيم الذي وفى بقى بحاجات كتيرة بقى، ويعني آيات كتيرة بتتكلم عن سيدنا إبراهيم وفى في إيه. بس تعالوا نشوف قصة سيدنا إبراهيم مع إطعام الطعام. سيدنا إبراهيم كان كل يوم بيخرج ويدور على ضيف جديد. كان بيته كده فتحه، وكل يوم بيجيب ضيف عشان يطعمه ويعني وياخد وجبه ويمشي. فكل يوم سيدنا إبراهيم بينزل يدور على ضيف ياخده وياخده معاه البيت، ومش بيأكلهم أي حاجة. مش بيأكلوا مثلا بواقي أكل امبارح مثلا، ولا كان بيأكلوا أي حاجة عنده. لا 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 لا، كان بيذبح لهم أثمن العجول، يعني العجل التخين قوي، لأنه عارف إن الصدقة اللي هو بيطلعها دي بتقع في إيد ربنا قبل ما تروح بق الضيف. ففي يوم خرج سيدنا إبراهيم يدور على ضيف عشان يطعمه النهاردة، ما لقاش. يدور ما لقاش. فرجع البيت وهو حزين قوي، اللي هو يعني ليه يا رب؟ طب انا عايز اعمل خير حتى. فرجع البيت وهو حزين. اول ما دخل لقى راجل في البيت. ايه ده؟ مين اللي دخل الراجل ده؟ يعني مين ده؟ فاول ما دخل ولقى الراجل ده فقال له من اذن لك ان تدخل؟ مين اللي سمح لك انك تدخل البيت؟ فالراجل قال له رب صاحب هذا البيت. فعرف وقتها سيدنا إبراهيم إن هو ملك مش إنسان. فقال له طيب ولما أتيت؟ الملك قال له جئت لأخبرك أن الله اتخذ عبدا من عباده خليلا له. فسيدنا إبراهيم قال له دلني عليه، يعني إيه ده؟ مين ده؟ الله.